يلا بينا نعمل مع بعض طريقتي في عمل الكعك. الطريقة دي انا بعتمدها بقالي سنين، عملتها معاكي في فيديوهات كتير جدا قبل كده، بس ما بتنزلش عن الطريقة دي ابدا لانها ناجحة مليون في المية. لو الكعك بيبوظ معاكي او بيفرش معاكي او فيه غلطات كتير هنتفاداها مع بعض هقولك عليها دلوقتي. تعالوا بينا نشوف هنعمل الوصفة التحفة دي ازاي. بس اهم حاجة تمشي على الخطوات بالظبط، عشان الحاجة غالية يا جماعة ومكلفة، يعني ربنا يعيننا جميعا، فلازم الحاجة تطلع مظبوطة. امشوا على الخطوات بالظبط. اهم حاجه اختيار نوع دقيق، هاتي نوع دقيق يكون نظيف، علشان في دقيق كتير بيمتص السمنه، يعني مهما تحطي سمنه ما بتظبطش معاكي. تمام كده. انا بحب اعمله على البارد، ده طبعا اذواق، لو انتي حابه تعمليها السخن ده حاجه تانية خالص، وعملته معاكم قبل كده السنه اللي فاتت. الطريقه على البارد دي سهله وبسيطه. اهم حاجه المقدار يكون بالظبط، لو متوفر الميزان هيبقى افضل كتير. هحتاج 550 جرام من السمنه، انا بسيبها تسيح، مش بتغلي مش بتقدح، تمام، واسيبها في التلاجة مش اقل من ليلة كاملة، لو مستعجلة ممكن 3 4 ساعات، مفيش مشكلة. هحضر كمان معلقة كبيرة مليانة من ريحة الكحك بتجيبيها من عند العطار، وحضر كمان معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية، وزيهم من البيكنج باودر. دي ده تحفة يا جماعة، وسعره رخيص جدا، الكيلو ب25 جنيه، اسمه حلواني، حلو قوي، ومش بيحتاج ان انتي تنخليه، على فكرة بيكون حلو جدا. تمام. انا بضيفه. لو مش متوفر عجان تقدري تشتغلي على ايديكي، واشتغلت معاكم قبل كده. ضفت كمان مع المكونات دي ذره صغيره جدا من الملح، وهبتدي اعجن المكونات دي او اخلطهم مع بعض. مجرد انها تتخلط هبتدي انزل بالسمنه الجامده بتاعتي، السمنه بتكون جامده جدا لانها بتكون في التلاجة. تمام. انا زي ما قلت لكم ما قدحتش السمنه، انا يا دوب سيحتها وحطيتها في التلاجة. الخطوه دي او التركيه دي بتفرق جدا في نعومه الكحك بتاعك. امشوا بس على الخطوات بالظبط وهتاكلوا فعلا كحكايه ما فيهاش غلطه. انا بضيف كده السمنه بتاعتي في المرحله دي، دي مرحله البس يا جماعه. لو مش متوفر العجان على ايدك، عملتها معاكم قبل كده كتير، على كف الايد بين الكفين كده تعملي كويس جدا وتبسي العجين كويس قوي. عايزه كل حبات الدقيق تتغلف بالسمن، وده مهم جدا لنجاح الوصفه بتاعتنا. لو في العجان بياخد تقريبا مرحله البس دي دقيقه او دقيقتين، لو على ايدك بتاخدي مش اقل من 7 او 10 دقايق. عايزه اوريكم شكل العجين بيكون بالشكل ده كده، اتبست كويس جدا معانا. تمام. هبتدي بقى اكون محضره نص كوبايه من السكر البودره، وعليهم كوبايه الا ربع من الميه. انا ما بضيفش حليب، لو حابه تضيفي يعني ربع الباقي حليب مفيش مشكله، بس انا بصراحه علشان في وقت لسه على العيد، فمش حابه انه يحصل حاجه لا قدر الله في الكحك. يعني الحليب بيسرع قوي من عمليه ان هي الدنيا ما تظبطش معاكي ويبوظ بسرعه لا قدر الله، لكن الميه بيحافظ عليه كويس جدا. ده القوام بالظبط اللي انا عايزاه. بسيبها بس ترتاح 10 دقايق وببتدي اشتغل فيها. الكحكه ما بيتخمرش يا جماعه. تمام. الناس اللي بتخمروا دي انا بستغرب بتخمروا ازاي. شفتوا بتشقق ازاي؟ ما تقلقوش، هي كده ناجحه جدا، ما تقلقوش. هفضل اعملها على ايدي بالشكل ده، بين ايديا الاتنين، بين كفوف ايديا الاتنين، لحد ما تاخد حراره والسمنه تبدا تطري معايا قطعه الكحك. شايفين التشقق راح ازاي؟ انا مسخنه الفرن بتاعي على درجه حراره 180 في المرحله دي. هستخدم البصامه لانها بتكون سهله عليا وبسيطه، وبتديني نقشه حلوه جدا. حضرت بقى الملبن بتاعي، سهل وبسيط جدا، كيلو من الملبن وعليه معلقتين او 3 من السمنه البلدي، وهدعكهم كويس جدا واعجنهم واعملهم كور صغنونه بالشكل ده، بالحجم اللي انا محتاجاه. ده لو انت حابه تعمليها بالملبن. عملت معاكم قبل كده فيديو مليان حشوات، حشوات بقى العجوه والملبن والعجميه، اختاروا منهم اللي انتوا عايزينه، بس هو فيديو قديم شويه. هخلص بقى الصاجات بتاعتي بالكمية اللي انا عايزاها. انا بحب جدا اعمل شكل تاني محبب لقلبي، بعمل صوابع العجوة، يعني الكحك بالعجوة، ده حلو قوي يا جماعة. بعمل كورة برضو نفس الحجم بالظبط، وبعمل الصوابع برضو بنفس فكرة الملبن، بعجنهم برضو بشوية من السمنة، يعني معلقتين 3 كده، واعملها صوابع. بتسهل عليا جدا التشكيل وما بياخدش وقت معايا. بطلع الزيادات بقطعها بالشكل ده لحد ما الصباع يظبط معايا، بالبصامة بقى او بالمنقاش وهتنقشيه. خطير، سهل وبسيط. وعشان تميزي بس الملبن عن العجوة، انا بدخل في الفرن على طول الصواني بتاعتي، ما بتختمرش خالص، في الرف الاوسط درجة حرارة 180، تاخد تقريبا نص ساعة. ما بحبش اشغل الشواية، اللون ده الدهبي الفاتح بالنسبه لي حلو جدا. لو حابه تشغلي الشوايه مفيش مشكله، بس انا شايفه التسويه دي ممتازه بجد، حلوه قوي. بصوا كحكايه دايبه وفي نفس الوقت متماسكه، خطيره خطيره فعلا. شايفين يا جماعه شكله حلو قوي ازاي؟ بجد حكايه.
اهم حاجه امشوا على الخطوات بالظبط علشان ما يبص معاكم لا قدر الله. زي ما قلت لكم الحاجه بتكون غاليه جدا، مش حمله اي تهدير فيها خالص. ما تزودوش السكر. السكر عبارة عن نص كوباية فقط من السكر البودرة، ما تزودوش عن كده. تمام. ده بيكون شكله بعد ما حطينا عليه السكر. خطير، عايزة اقطعه لكم كده وتشوفوا قد ايه من جوه تحفة. شايفين يا جماعة خطيرة ازاي؟ حلوة قوي 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 بجد. الكحكاية كده دايبة دوبان مش طبيعي، خطيرة خطيرة فعلا. عايزة كده افتحها لكم وتشوفوا قد ايه من جوه تحفة. وشايفين قد ايه يا جماعة؟ بصوا دايبة بتدوب في البق كده بطريقة مش طبيعية، حلوة حلوة بجد. تقدري تحتفظي بيه كده من غير ما تحطي عليه سكر، وتقدري تحتفظي طبعا بيه وانتي حاطه السكر. بس الافضل وقت التقديم تقدميه بالسكر. انا عملت لكم بس شويه صغننين دول علشان تشوفوا شكله بالسكر قد ايه النقشه حلوه قوي فيه. النقشه ما عملتش خالص، ما فتحتش ولا فرشحت معانا ولا اي حاجه، عشان مقدار السكر مظبوط بالظبط على الشعره. وكمان السمنه على الشعره، وبسينا العجين كويس قوي. دي اهم خطوات اللي انتوا هتمشوا عليها في الكحك بتاعكم. كل سنة وانتم طيبين، جربوها وبإذن الله هتعجبكم جدا. هنحتفظ بيه ازاي بقى؟ هنحضر العلبة بتاعتنا ونحط فيها ورق بلاستيك من تحت، ونفضل بقى ان احنا نرصه عليه. تمام، من غير سكر طبعا. وقت التقديم بتضيفوا السكر بتاعكم. الموضوع سهل وبسيط جدا. وانا عملت كيلو رمى معايا ما شاء الله، كمية حلوة جدا. وعمل كمان يعني بصوا جو كده وبهجة في البيت وريحة كده. الحاجات دي في البيت بتدينا كده احساس ممتع جدا بجد. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم. اللي جربها مني قبل كده يقول يا ريت في الكومنتات. ومستنياكم ان شاء الله في جروب التطبيقات. شايفين الطعامه دي النقشه التانية يا جماعه؟ النقشات مفيش اسهل منها، خطيره حلوه جدا. بالنسبة بقى للنقشات يا جماعة، النقشات دي على حسب راحتك. في ناس بتحب المنقش جدا وبتحس بفرحة بيه، وفي ناس بتحب البصامة زي حالاتي. انا عملت لكم اشكال كتير، اختاروا منها الشكل اللي انتوا بتحبوه. حطوها بقى على اي حاجة، يعني اي حاجة تقدروا ان انتوا تمسكوا بيها او حتى بايديكم هترسموا الرسمة اللي انتوا عايزينها. والنقشة عمرها ما هتطلع معاكم خالص ولا هتفرش معاكم، وهتطلع بنفس الطريقة بالظبط. شايفين؟ بعد التسوية نفس الحجم نفس النقشة. جربوها وانتظر رأيكم ان شاء الله في الكومنتات. باي باي.